في فرق ما بين ان انت تنصح عميل او تفرض عليه رايك. كتير من البياعين بيكونوا فعلا عايزين يفيدوا العميل بيختار حاجه معينه والبياع بيكون شايف ان في منتج تاني افضل ليه، يقوم يقول له لا المنتج ده مش مناسب ليك. والمشكله هنا ان العميل لسه ما يعرفكش ولسه ما بيكونش في ثقه كافيه ما بينك وبينه. هو اتعامل مع بياعين كتير قبلك، فاول حاجه بتيجي في دماغه هو بيقول كده عشان ما عندوش المنتج التاني، او ان المنتج ده انت بتكسب فيه اكتر، ويبدا يحلل كل الكلام اللي انت بتقوله بدل ما يسمعه كنصيحه. وعلشان كده ساعات ما بتكونش المشكله في النصيحه نفسها، ولكن ساعات بتكون في توقيت النصيحه نفسه. لو قلت للعميل رايك بدري العميل ممكن يحسه توجيه، ولكن لو قدمته بعد ما تفهم احتياجه وتسمعه كويس وتبدا تحس ان بقى في ثقه ما بينكم وما بين بعض في الكلام، هيشوف رايك كاستشاره ليه. وعلشان كده قبل ما تقدم النصيحه للعميل اسمعه وخليه يتكلم عن اللي محتاجه وايه الحاجه اللي مهمه بالنسبه له وايه الحاجه اللي بيحاول يتجنبها، وبعدين حدد المنتج او الاختيار المناسب للعميل وابدا قول له عليه. وساعتها تقدر تقول له اختيارك كويس فعلا، ولكن حضرتك من شويه ذكرت ان اهم حاجه بالنسبه لحضرتك هي كذا وكذا، وعلشان كده انا شايف ان الاختيار التاني ممكن يكون انسب ليه. وهنا العميل بيبدا يحس ان انت مش بتفرض رايك عليه ولا بتحاول تبيع له حاجه معينه، لان النصيحه بتاعتك مبنيه على كلامه هو. كل ما كانت نصيحتك مبنيه على كلام العميل كل ما كنت اقرب للعميل كاستشاري.